مرحبا بعشاق القتال، مرحبا بجميع. نبدأ اليوم بأخبار إيجابية. بن آسكرين استعاد وعيه أخيرا، وهو الآن في طريقه إلى التعافي بالرغم من فقدانه الكبير للوزن، وبالرغم من أنه لا يتذكر شيئا مما حدث خلال فترة حرجة، إلا أنه ممتن للغاية لكل الحب والدعم الذي تلقاه من جمهوره. يقول بن في آخر تحديث له: لم أقم بمشاركتكم بأي تحديث منذ فترة، وأعتقد أنكم تستحقون ذلك. عندما انتهى كل شيء، قرأت مذكرات زوجتي، لأنني لا أتذكر شيئا من يوم 28 مايو إلى 2 يوليو. لا أملك أي ذاكرة، لا فكرة لدي عما حصل. قراءتي لمذكراتها كانت أشبه بمشاهدة فيلم، شيء لا يصدق. حرفيا توفيت 4 مرات، توقف قلبي لأكثر من 20 ثانية في كل مرة. هذا ليس جيدا كما تعلمون. وأضاف: لكن حصلت على عملية زراعة رئة مزدوجة، ونجحت العملية، وأنا الآن أستعيد قوتي تدريجيا. أتعلم استخدام كل شيء مجددا. وزني الآن 147 رطلا، ولم أصل لهذا الوزن منذ كنت في 15 من عمري. فقدت حوالي 50 رطلا خلال 45 يوما. لقد كانت معركة قاسية. لحسن الحظ لا أتذكر أغلبها. أكثر ما أثر في هو الحب والدعم الهائل الذي شعرت به من الجميع. ثم تابع: شعرت وكأنني حضرت جنازتي وأنا حي. لا زلت أتذكر عندما توفي ديف شولتز قبل 30 سنة، وكيف بدأ الناس يتحدثون عن مدى حبهم له، لكنه لم يسمع أي من ذلك. أما أنا فقد كنت محظوظا جدا، لأنني سمعت كل هذا الحب وأنا ما زلت حيا. لقد كان الأمر رائعا جدا. أشعر الآن بدافع أكبر لأعطي وأرد الجميل. أحبكم وأقدركم جميعا. ما مررت به كان صعبا، ليس فقط علي بل على عائلتي ومجتمعي المقرب أيضا. شكرا على كل شيء، وآمل أن يكون هذا التحديث قد أوضح الأمور. ردود أفعال مجتمع MMA. دانيال كورمي كتب: نحبك يا صديقي، أنت مقاتل، وهذا هو السبب في أنك لا زلت تقاتل. شكرا لله أننا لا زلنا نملكك. أريل هلواني كتب: أنت قدها يا بن، كلنا نفكر فيك ونصلي لك. واصل القتال، كل الحب لك ولعائلتك. هنري سيجودو قال: سعيد لأنك نجوت يا أخي. ما حدث أعاد الحياة إلى منظورنا جميعا. مايكل تشاندلر كتب: أحبك يا بن، لطالما كنت أقوى رجل عرفته في حياتي. فخور لأنني أعتبرك صديقا. لولا دعمك لما كنت وصلت إلى ما أنا عليه اليوم. وهذا الكلام ينطبق على كثيرين آخرين تأثروا بك. الكل يتمنى لبن عودة آمنة وسريعة إلى عائلته ومكانه الطبيعي. أوليفيرا يتحدث عن الهزيمة من إيليا توبوريا. تحدث تشارلز أوليفيرا بصراحة عن الهزيمة الصادمة التي تلقاها بالضربة القاضية من إيليا توبوريا، وقال: إن تلك اللحظة تركت أثرا عميقا بداخله. قال أوليفيرا: لا أتذكر لحظة الضربة القاضية إطلاقا. استيقظت وأنا مشوش تماما. قاتلت أفضل مقاتلي العالم خلال مسيرتي، لكن هذا النوع من الإغماء العقلي لم يحصل لي من قبل. وأضاف: لم أطبق أي شيء من خطتي. كل ما تدربنا عليه لم يحدث شيء منه داخل القتال. الكثير من الجماهير ترى أن مثل هذه الضربات تترك أثرا دائما على المقاتل، وقد لا يعود أبدا كما كان. فولكانوفسكي بين العودة والاعتزال.
رغم أن ألكسندر فولكانوفسكي استطاع العودة واستعادة لقبه بعد سلسلة هزائم، إلا أن عائلته كانت واضحة بعد آخر نزال. ضع القفازات في منتصف الحلبة واعتزل. في مقابلة حديثة قال فولكانوفسكي: عائلتي كلها كانت تريد مني الاعتزال مباشرة بعد النزال، لكن حين قررت الاستمرار لم يعاودوا طرح الموضوع، ربما خوفا من التأثير على حالتي الذهنية. مع ذلك، الضربة التي تلقيتها من توبوريا كانت أقسى شكلا، لكن التعافي بعدها كان أسهل. توبوريا يهدد الجميع. إيليا توبوريا صرح: ما زلتم لم تروا كل ما لدي. أنا قادر على تقديم المزيد، والاختبار القادم سيكون ضد أرمان ساروكان. ومع ذلك، البعض يعتقد أن هناك من يمكنه إيقاف توبوريا، مثل أسومان نورماغوميدوف. ما يهمني هم المقاتلين اللي فعلا يضحون بأنفسهم، مثل إيلايا، داستن وغيرهم. كورمييه أضاف: جون جونز أصبح يتلاعب بمشاعر الناس، يوهمهم بأن سيعود ثم يختفي، وهذا ليس عدلا لجمهور يحبه ويأمل برؤيته من جديد. هذا الحدث الأول يعني هذا الجمهورية هذا دبيخة البرح عملية